ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وسلامه. نصلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام، واذكروا الله يذكركم، لا اله الا الله محمد رسول الله. والنهارده معانا الجزء الثاني من الاكل الهندي او اكل الشارع الهندي. النهارده بقى معانا اكله، مش عارفه اقول ايه اكله ايه. هو زي ما انتم شايفين كده، هو يعني تقيؤ اطفال، يعني هو تقيؤ اطفال. هو دلوقتي جاب تقيؤ الاطفال دوت، وبيفرجهم طبعا على جوده المطعم بتاعه. وبايديه مفيش وقت. طبعا بالضوافر بالحوافر. يعني الاكله بصراحه مشهيه جدا. ومعانا تاني واحد، عمو، ده اسمه عمو ايه، عمو كابور. مع عمو كابور الاكل هيفور. مع عمو كابور هنا. دي اكلة برضو بتهيالي هي ترجيع، برضو هي ترجيع بس مش اطفال، هي ترجيع حيوانات. وزي ما انتوا شايفين كده، مش عنده وقت يعمل صحون، هو جايب ورق ولازقه في بعضه وبيقدم فيه الترجيع. بيقدم فيه الترجيع ده. هي الوجبة عبارة عن ايه؟ انا مش عارفة عبارة عن ايه. هي عبارة عن زيت عربيات مع تقيؤ، بس ده تقيؤ حيوانات مش تقيؤ اطفال، عشان ما نظلمش بس تقيؤ الاطفال. ايوه بيقلب، ايوه. وشوية برسيم كده على الوش عشان النكهة، بنعمل نكهة حلوة برضو. وفي قلب بقى الورق بتاع الملزوق بغيرها ده بتاعت النجارين. ايوه. ودوق يا معلم وعلى المستشفى. دوق وعلى المستشفى. الأكلة دي اسمها البقاء لله. يعني هي ملهاش اسم الا كده. الله على العيش بقى والقعدة والمحل وحلاوته ونظافته ما اقولكوش. المحل جميل والنظافة تحفة 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 تحفة. انا مش لاقية كلام اقوله يا جماعة. جميل 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 يا عم كابور. عم كابور خبور. يا سلام، والناس واقفة عليه يا جماعة بالتوابير. انا مش فاهمة يعني. اكيد التقيؤ ده بيعمل حاجة، يعني اكيد يعني بينمي الذاكرة، بينمي العقل، بينمي الجسم. يعني تاكلوا من هنا والحمد لله من هنا. يعني مش فاهمة والله. والمنظر فظيع، المنظر فظيع. بجد. بجد انا مش مصدقة ان ده يعني الناس بتاكل الحاجات دي. يعني انا مش مصدقة بجد والله. يا سلام، بتاع العيش بقى قاعد لجوه. يا سلام، دوق بقى يا معلم كده. يا سلام. يا سلام، اكلة كابور كلها وغور. مع تاني واحد بقى. انا عايزه اقول لكم الطماطم ديت كلها ديدان وحشرات زي ما انتم شايفين كده يعني. كلها ديدان، كلها بايظه، كلها بايظه. انا مش عارفه اقول لكم ايه صراحه. والله لو انتوا ركزوا في الطماطم، ركزوا في الطماطم. طبعا هنا ما فيش خلاطات في الهند خالص، خلاطات تاني ممنوعه في الهند. فبالسكينه وفي الطنجره اللي هي اساسا دي كانت في، مش عارفه كانت فين. واضرب اضرب اضرب اضرب. وده طبعا زيت عربيات معروف جدا طبعا في الهند. بتهيألي وده بقى اكيد لا لحم خنزير لا لحم كلاب. والنبي لو لحم بهيم اللحمه غاليه. لحمه غاليه يا اخويا والنبي. انا مش عارفه يجي هنا ووقف ليه. انا قعدت ابص مش عارفه، يمكن الرقابه وقفته ولا ايه من كتر الطماطم ما هي بايظه. ودي اكلت بقى. مش لاقيه. هي حاجه حمرا حمرا او برتقاني برتقاني، ونحط عليها دقيق او طحين، ونحط عليها لون احمر. يعني هي حاجة برتقاني حطينا عليها طحين، وحطينا عليها لون احمر. ويا جماعة لون طعام. وجبنا مية من اللي هو الجردل النضيف قوي ده. ونعجن بقى. لازم نعجن هنا كويس. ايوه. اعجن 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 من غير لا كرفز ولا اي حاجة ولا جوانتي، احنا شغالين كده. يعني واعجن اعجن اعجن اعجن. طبعا الحاجة البرتقاني مع الحاجة الأحمرة مع الدقيق الأبيض هيعمل لون برتقاني برضو تاني. ايوه اضرب 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 لا مضرب ولا خلاط، بايدك. والناس واقفه تتفرج، يعني الناس مبهوره بالاكل ده. وجبنا طبعا زيت عربيات تاني في الطنجره النضيفه الجميله، الطاسه الجميله دي. وهنقلي بقى الحاجه الاورنج دي او البرتقاني في زيت العربيات ده. انا مش فاهمه ده ايه نودل يعني. ايه نوع؟ ايه، كيك ولا خبز ولا ايه؟ لما اتحمرت عندنا هنا بقى لونها ايه؟ بقى لونها برتقاني. ما تنسوش تحطوا لايك، وباي باي.